السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهارده جاي لكم فيديو جديد، وبالتالي جاي لكم بوصفه جديده. هنعمل مع بعض النهارده كحك العيد بمقادير مظبوطه جدا. هيطلع معانا كحك دايب كده ولونه زي ما انتم شايفين جميل قوي. فرمضان يعني خلاص وما بقاش في وقت، كل سنه وانتم طيبين. طبعا كحك العيد ده من الطقوس المصريه الاصيله، فالعيد ما يبقاش عيد غير بكحك العيد. فهندخل بقى كده نسمي الله ونشوف معانا ايه في الفيديو بتاعنا. فزي ما انتم شايفين ده معايا نص كيلو من الملبن، ومعايا ربع كيلو من العجوه. طبعا انت حابه ملبن بس ما فيش اي مشكله وتستغني عن العجوه. فانا عجنت طبعا الملبن زي ما انتم شايفين كده، وحطيت عليه خرج موز او ريحه الموز، وحطيت عليه معلقتين سمنه بلدي، وكمان هحط بقى فيه مكسرات. وعجنته كويس جدا وطريته زي ما انتم شايفين كده. وكان معايا بقى ايه مكسرات، انت ممكن تحطي سمسم، تستغني عن المكسرات دي لو مش موجوده عندك وتحطي سمسم. فهي كانت موجوده عندي فقلت ايه استخدمها معاكم. وحشوه العجوه دي برضو ده ربع كيلو، برضو عملتها بنفس الطريقه، عجنتها برضو بروح الموز او بخرج الموز، وبرده معلقه سمنه بلدي، وحطيت عليها شويه من السمسم، وكورتها كور زي ما انتم شايفين. عملتها كور كبيره علشان يعني قلب الكحكايه كده تبقى مليانه من جوه. فانا معايا هنا كيلو من الدقيق. طبعا انت ما عندكيش الميزان عاوزه تعايري، ده المج بتاع الشاي العادي. الكيلو دقيق 7 كوبايات بالمج ده. وزي ما انتم شايفين معايا طبعا المكونات الناشفه الاول. معايا معلقتين لبن بودر، ومعايا معلقتين سكر بودر، ومعايا معلقه كده ايه من ريحه الكحك، ومعايا ربع كوبايه من السمسم، ومعايا رشه ملح، ومعايا معلقه صغيره من البيكنج باودر، ومعلقه من الخميره الفوريه، ومعايا معلقه صغيره من السكر، ومعايا نص كوبايه كده من اللبن. اول حاجه هعملها طبعا هحط الخميره مع السكر في نص كوبايه اللبن. اللبن دافي يدوب كده زي دمع العين، وهقلبهم كده مع بعض علشان ايه نسيب الخميره ايه تتفاعل، واغطيها زي ما انتم شايفين. ومعايا ده نص كيلو من السمنه. انت حابه انعم من كده هتضيفي كمان 10 جرام من السمنه، هيبقى معاكي 600 جرام من السمنه. لكن ده نص كيلو 500 جرام من السمنه. قلبت المكونات الناشفه كلها كده ايه مع بعضها، تنسيش ذره الملح في المعجنات. وبعد كده بقى هنزل بقى بالسمنه بتاعتي واغلف الدقيق كويس بيها، او هبسها كويس قوي في الدقيق. انت طبعا ممكن تعمليه على السخن، انا عملته على البارد يدوب السمنه كده يعني ايه بدرجه حراره الغرفه. انت ممكن يعني تخليها سايحه اكتر من كده، او ممكن تقدحيها لو هتعملي كميه كتير. لكن انا مش هعمل غير كيلو بس، فانا استخدمت السمنه بدرجه حراره الغرفه. ومعايا سمنه بقري بلدي. انت حابه تستخدمي السمنه الجاموسي مفيش اي مشكله، حابه تستخدمي السمنه النباتي هتجيبي من المكان اللي انت بتجيبي منه المستلزمات بتاعه الكحك، هتجيبي منه ريحه السمنه البلدي بتبقى جميله جدا، وهتخليك ايه السمنه النباتي مختلفه. فانا معايا هنا ريحه السمنه البلدي دي حطيتها، ومعايا كمان ازازه من خارج الموز او روح الموز برضو حطيتها بعد ما بسيت الدقيق كويس جدا بالسمنه. وبعد كده هبقى ايه انزل بقى قبل ما اضيف اي سوائل، هنزل بالخميره بتاعتي الاول اللي انا مدوباها في اللبن، علشان ما يطراش معاكي وتشوفي هتحتاجي بعد كده كميه سوائل ولا لا. وهفضل بقى ايه يعني الكحك مش بياخد عجن كتير، بس ايه هتدوبي الخميره اللي انت حطيتيها كويس، او السائل بتاع الخميره ده هتدوبيه كويس. ولو احتاج معاكي احنا حاطين طبعا معلقتين لبن بودر، ومعانا كمان نص كوبايه كده من اللبن اللي احنا مدوبين فيه الخميره. في الوقت ده بقى لو احتاجتي هتحطي ميه، انت حابه تزودي لبن مفيش اي مشكله. بس بقى في الوقت ده الميه هتلمي معاكي العجينه كده، وهتقفل مسامها وتخليها جميله قوي. وهتفضلي بقى ايه على حسب الدقيق بتاعك إيه لما تشوفيه في ايدك كده محتاج ميه قد ايه. يعني انا مش هقول لك لا استخدمي نص كوبايه ميه، لا ربع كوبايه ميه، لان الدقيق بتاعك ممكن يكون بيقبل الميه او ما بيقبلش. فانا طبعا ايه خد معايا نص كوبايه ميه لغايه العجينه بقت معايا بالشكل ده. شايفين لون العجينه جميل قوي، لان السمنه اللي انا استخدمتها السمنه البقري دي بتبقى صفرة، بتدي لون جميل قوي للعجينه. وسبتها حوالي 10 دقايق كده ترتاح، وهبدا بقى ايه اشكلها معاكم. جبت الصينيه طبعا اللي انا هدخلها الفرن، هتقطعيها بقى كورات بالحجم اللي انت عاوزاه، يعني حبه كبير حبه صغير، بس هو في الحجم الوسط ده بيبقى جميل قوي يعني. وبالنسبه بقى للتشكيل برضو على حسب راحتك. انا طبعا ايه نستخدم المنقاش ده، او الطريقه التقليديه للكحك اللي احنا كنا بنتلم على الطبليه كده ونقعد ننقش ونشوف نقشه مين احسن.
فانتي وراحتك. فانا هستخدم معاكم المنقاش، وكمان هستخدم معاكم البصامه. البصامه الستانلس دي حلوه والله، حتى لما بيختمر النقشه مش بتروح ولا حاجه، وبيبقى شكلها حلو. واحيانا كمان الكحك بتاع المحلات بيبقى معلهوش نقشه خالص، بيبقى ساده كده من فوق مش منقوش، وبيبقى جميل جدا يعني. بس انا هستخدم معاكم المنقاش وهستخدم معاكم البصامه. فانا عملت معاكم الكحكتين المدورين دول وحشيتهم بالملبن. معايا بقى الحشوه بتاعت العجوه، علشان ايه اميز كحك الملبن من كحك العجوه هعمله ايه بالطريقه الطوليه كده، علشان ابقى عارفه ان الطويل ده اللي هو بتاع العجوه. انا بقى من عشاق كحك العجوه. فبرضه هنقوشها برضه ايه بنفس الطريقه بتاعت الايه المنقاش، بالطريقه اللي انت عاوزاها زي ما قلت لك، مفيش اي مشكله. كحك العجوه بيبقى جميل قوي على فكره يا جماعه يعني. وفي طبعا ايه كحك العجميه، بس انا لا، انا اكتر كحك يعني بحبه هو كحك العجوه يعني. فبرضه ايه هاخد قطعة كده على قد قطعة الحشوة العجوة اللي معايا، وبرضه هقفل كده زي ما انتم شايفين، وبرضه ايه بالمنقاش. طبعا ممكن نشتري من بره، طبعا غالي وكل حاجة، بس انت يعني لو هتشتري كيلو فمش هيزعلك، لكن لما بتعملي في البيت الوضع بيبقى مختلف يعني. بتملي البيت كده خير، والعيال بيبقوا فرحانين كده يعني. انا عملت ده كيلو واحد اللي انا عملته، لكن انا رحت عند حماية طبعا وعملنا كمية 20 كيلو كحك و30 كيلو بسكويت لينا كلنا طبعا. كانت اجواء جميلة والله بجد، كانت ضحكنا وكل حاجة كانت حلوة، حتى الاكل كان ليه طعم يعني. فاللمة بتبقى حلوة قوي يا جماعة يعني، والناس كتير في البيوت مفتقدينها يعني. فربنا يخلي لكل حد احبائه. فدي بتاع البصامه برضو شكله جميل قوي. بتاع البصامه ده هينجز معاكي يعني، انت اللي هتعملي كميه كتيره بالبصامه مش هياخد وقت معاكي زي النقش يعني. والله هو ما خدش وقت يعني. شايفين النقشه عامله ازاي؟ عاوزاكم تكتبوا لي بقى في التعليقات النقشه اللي انا عملتها بالمنقاش دي حلوه ولا لا. فزي ما انتم شايفين يعني شكله حلو قوي، والعجينه بتاعته لونها جميل قوي ومتماسك وحلو قوي. وده بقى اللي هو بتاع العجوه اللي انا عملته على الطويل شويه، عملت برضو بالعجوه، عملت بالبصامه برضو. شكله يعني ما شاء الله، والرسمه يعني حتى ما تدخل الفرن ويختمر الرسمه مش هتروح ولا حاجه. فطبعا ايه ولعت الفرن بتاعي على 150 كده، ودخلت الكحك بتاعي. شايفين اللون بتاعه جميل جدا، والقاع بتاعه كمان لونه كده يعني حلو يعني، لونه حلو. فما شاء الله شكله جميل قوي. فهسيبه لما يبرد بقى تماما، وبعد كده ايه افضيه معاكم. فانا فتحت واحده من بتاع الملبن، شايفين قلبه مفرغ ازاي، خفيف جدا وهش جدا والله، وقلبه مفرغ وناعم كمان، وطعمه بقى مش عاوزه اقول لكم بجد كان طعمه حكايه يعني. بعد الفطار طبعا لازم ندوق. فكانت ريحته جميله جدا وكان طعمه حلو قوي يعني. انا بنتي بعد يعني بنتي متعودين بعد ما بيفطروا مش بياكلوا حاجه، طبعا ريحه الكحك وكده فدقته. قالت لي ايه يا ماما الكحك الجامد اللي انت عاملاه ده؟ بصراحه كان حلو يعني. فانا طبعا بوريكم ان هو ناعم قد ايه. هبدا بقى اجيب طبق وايه وارصه معاكم. طبعا انت حابه في الوقت ده بقى تحطي عليه اللي هو السكر البودر، مفيش مشكله. مش حابه تحطي انت وراحتك. فانا هرصه بقى في الطبق، وهحط على جزء سكر بودر، والجزء التاني هسيبه زي ما هو كده، علشان اللي حابب حاجه ياكلها. زي ما قلت لكم انا عملت بملبن وعملت بعجوه، علشان برضو اللي حابب حاجه ياكلها. وفي ناس طبعا بتحب الكحك الساده وبتعشقه، بس احنا مش من عشاق الكحك الساده بصراحه يعني. احنا بنحب الكحك الملبن والكحك العجوه. فكان جميل وما خدش وقت معانا ولا اي حاجه يعني. انت لو هتعمليه طبعا هو التصوير اللي بياخد وقت وكده، لو هتعمليه من غير تصوير مش هياخد وقت معاكي، وهيبقى جميل جدا. وطلع معايا كميه يعني، طلع معايا كميه كويسه. الكيلو طلع معاكي كميه كويسه، وانت لو هتصغري اكتر من كده هيطلع معاكي كميه طبعا اكتر يعني. لو هتصغري العجينه اكتر من كده هيطلع معاكي اكتر. بس دي يعني بالنسبه لي كويسه، الحجم المتوسط ده كويس. وزي ما قلت لكم حابه ترشي عليه سكر حطي، مش حابه براحتك يعني. فانا رشيت على جزء منه، والجزء التاني سيبته من غير سكر. بصراحه كان شكله جميل جدا. واللي هو اللي بالمنقاش ده السكر بيمسك فيه يعني، بيبقى حلو يعني اكتر من اللي هو بالبصمه السكر بينزل من عليه. وبكده طبعا نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا. يا ريت بقى تشتركوا عندي في القناه وتدعموني باللايك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وبحبكم في الله.